لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1254 لواني كان تفسير القرآن في رزبهم وخزمتان فمن بس رزامن دي رب العالمين وهو دارم اوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. بەڵە خۆشەویستان وەکو لە سەنوانی ڕابردوو لە خزمەت دوات پیرۆزەدا بووین لەبەرەوەی وردەکاری زۆر تێدا دەفەرمی ئەو ئافرەتە کەوا خێزانی عەزیزی میسرە محاوەلەی کرد دەرگاکانی داخست جەوەکەی مهەیە کرد لە بۆ ئەنجامدانی فاحشە وهمت به تواو عزمی جەزم کرد لەسەر ئەنجامدانی ئەو کارە وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يوسف عليه الصلاة والسلام وەکو باسمان کرد لە سەنوانی ڕابردوو یان ئەوە بەو مانایی دەچیان دایتکەوە بە خەیاڵی داهات ئەو کار ئەنجامدا بەڵام خوای گەورە سبحانه وتعالى با بڵێن ئەو ئاەتی کە نیشانیدا ئیتر ئیمانەکەی و خۆشویستنی خوا و خەشیەتی خوای گەورە زاڵ بوو بەسەر ئەو شتەی بە خەیاڵی داهات و خوای گەورە سبحانه وتعالى پاراستی و یاخود بەلێکدانەوەی دووەم وەکو زۆر مفەسرین دەفەرمون وهم بها لولا أن رأى برهان ربي بحكم ئەو لەولای کەوا لە بۆ ئیمتیناعە کەواتە ئەسڵەن بە خەیاڵی دانەهات لەبەر ئەوەی ئەو ئات و بەڵگەی خوای گەورەی بینی هەر بە خەیاڵی دان ئەگەر ئەو ئات و بەڵگەی نەبینابە لەوانەیە بە خەیاڵدا دەهات بەڵام هەر بە خەیاڵیشی دانەهات. ئیتر خوای گەورە دەفەرمی كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء بەو شێوەیە وەکو ئەو بورهان و ئەو ئاتەمان نیشاندا تا وەکو هەموو خراپە و فاحشەیەکی لێ دوور بخەینەوە لەبەر ئەوەی إنه من عبادنا المخلصين کەوا گوتیشمان بە دوو قراءەت هاتیە مخلصين المخلصين بهردو قراءات هاتي كوا باس ما كر زانان دفن هردو قراءة متلازمة يكتن بيوستن بيكتري بخوي إخلاصي هبو خوي جورش هلي بجارد بو لهموش تيج خراب باراست بوي. لزاد المعاد ابن القيم ضلي عشق الصور إنما تبتلي به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى سبحان الله. ضلي عاشق بوني بابلين سوورە و ڕوخساری مقابل ئەو جا مەسەلەن پیاوە عاشقی ئافرەت دەبی یاخود ئافرەتە عاشقی پیاوێک دەبی کەواتە عاشق بوونی ڕوخساری مقابل چێ پێ مبتەلا دەبی ئەو دڵانەی کەوا بەتاڵن لە مەحەبەتی خوای گەورە سبحانه وتعالى المعرض عنه ئەو دڵانەی کەوا پشتی لە الله تعالى المتعرض بغيره عنه لبروي روي لغير خوالو آقاي لخواي قولنا فإذا امتلأ القلب من محبة الله كاتك وضلك برد بي لخوش ويستي الله تعالى والشوق إلى لقائه أو ضل بربو لا بروشي لو جيشتن بالله بلقاء خواي قول سبحانه وتعالى دفع ذلك عنه مرض عشق الصور كاتك وضل بربو لخوش ويستي خواي قولو بروشي بجيشتن بلقاء خواي قوله نەخۆشی عاشق بوونی ڕوخساری ئادەمی ئەو وەکو نەخۆشیە کە ناوی دەبە فعلا نەخۆشیە ئەو نەخۆشیە بە هیچ شێوێک لە دڵ نامینێ. لێ دەفەرمی خوای گەورە لە حەقی یوسف دەفەرمی كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين کەواتە خوای گەورە دەفەرمی ئابە و شێوەیە هەموو سوء و خراپە و فاحشەیەکمان لە یوسف لادا لەبەر ئەوەی یەکێکە لە بەندە مخلصة كان كخواي قولي هذي بجاردينا فدل على أن الإخلاص سبب لدفع العشق سبحان الله كواتو بلغي وآتا هرتسان دا إنسان هول دا بإخلاص وخواي قولي برستي أو هو كارش بهذا لويكوا عشق عشقی ڕوخساری ئادەمی
لضلي بيت دري وما يترتب عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرته ونتيجته. طبعا لنتيجة عاشق بوني رخصاري مقابله إنسان كان چی لە دوا دادێ سوء و فەحشای لە دوا دادێ خراپە و فەحشە لە دوا دادێ کە ثەمەرە و بەروبوومی ئەو عیشقەیە ئیتر فصرف المسبب صرف لسببه کەواتە مسبب و نەتیجەکە بریتە لە سوء و فەحشا سەبەبەکە عیشقەکەیە ئیتر لە نەتیجەی ئەوەی کەوا ئەو دڵە ئیخلاسی کردە لە بەخوای گەورە ئەو سەبەبەی تێدا نامێنێت کە عیشقی ڕوخسارە کە ئەوەی تێدا نەما مسەبەبەکەش نامێت کە سوء و فەحشا کەواتە بەڕاستی ئیخلاس زۆر مهمە لە قەدەر ئیخلاسەوە کە بە ئیخلاسەوە لە بەخوای گەورە سوبحانە وتعالە کارەکان ئەنجام بدەی و خۆشەویستی دڵ خۆشەویستی خوا لە ناو دڵدا غالب بی بەڕاستی لەو نەخۆشیە ئینسان نەجاتی دەبی. بل هو أكبر الأسباب لحصول كل خير واندفاع كل شر کەواتە ئیخلاس بەڕاستی گەورەترین هۆکارە لەبۆی هەموو خەیرێک بەدەستبینی و هەروەها لەبۆی کەوە هەموو شەڕێک لێت دوور کەوتەوە. لمجموع فتاوى ابن تيمية دڵێ معلوم أن الزاني حين يزني إنما يزني لحب نفسه لذلك الفعل. معلومة کەسێک کەوا زینا دەکا کاتێک کەوا زینایەکە دەکا لەبەرچی زینا دەکا نفسی خۆشەویستی هەیە لە بۆ ئەو کارە. فلو قام بقلبه خشية الله ئەگەر بێت و ترسان لە خوای گەورە لەناو دڵی هەبی ئەو ترسانش ئەو تۆبی التي تقهر الشهوة ترسان لە خوای گەورە لە دڵی هەبی کەوا بتوانی زاڵبی بەسەر شەهوەتەکەی ئەو حب الله الذي يغلبها یانەوە تا خۆشەویستی خوا لە دڵی بی کەوا غالب بی بەسەر ئەوەی کەوا خۆشەویستی لە بۆ غەیری خوا هەبی لەم یەزنی کەواتە ئەگەر ترسی خوای گەورە خۆشەویستی خوای لە دڵی هەبیتن ئەو کەسە جورئەت ناکا زینا بکە. لۆ خوای گەورە دەفەرمی كذلك نصرف عن السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فمن كان مخلصا لله حق الإخلاص هەر کەسێک بە تەواوەتی ئیخلاسی هەبی لە بۆ خوای گەورە لەم یەزنی بەڕاستی زینا ناکا وإنما يزني لخلوه عن ذلك كاتێک زینا دەکا کەوا ئەو دڵە ئیخلاسی تێدا نەبی وهذا هو الإيمان الذي ينزع منه كوات أو إيمانه كوا لضلي زناكر دردتي كاتك وزنا ذكا لم ينزع منه نفس التصديق كاتك لحدثك هاتك كسك وزنا ذكا لو حالتك زنا ذكا إيمان لضلي هل دجيره تفهم تصديق براز زانين كي خو لضلي هرماية بلام إيمان كي هل دجيره ولهذا قيل هو مسلم وليس بمؤمن لو حالتي أو مسلمانة بلام إيمان دارنية فإن المسلم المستحق للثواب لابد أن يكون مصدقا أو مسلماني كوا پاداشتی دەدرێتەوە شانی و پاداشتی بدرێتەوە لە سەکار کردەوەکانی لابد لۆیە مسلمانە تاکو ئەو کاتە هەتا ئەو کات پێی گوترێ مسلمان تصدیق و بەڕازدانی لە ناو دڵی هەبی وإلا كان منافقا غير أو تصديق أجل النبي أصلا مسلمان منافقة لكن ليس كل من صدق قام بقلبه من الأحوال الإيمانية الواجبة مثل كمال محبة الله ورسوله ومثل خشية الله والإخلاص له في الأعمال والتوكل عليه بلام دلي هر كسيك كوا مسلمان وتصديقي لنا دلو درون هي لبخواي جور سبحانه وتعالى شرني حالة إيماني كانج لدلو درون هبي وكو أو بار خوش بستني خوا خوش بستني پیغمبر صلى الله عليه وسلم ترسان لخوا سبحانه وتعالى إخلاص لكارو كرده وكان توكل لسر خوا بل يكون الرجل مصدقا بما جاء به الرسول جاري وهي بياهويا تصديقي أو إذا كاكو أن پیغمبر وهاتي صلى الله عليه وسلم وهو مع ذلك يرائي بأعماله أو جريها يجدك بكار كردو كاني ويكون أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله لقال أوش مصدقة أو ذلك قال أوش أهل ماله من ذلك خوش شويستر للاي لا خوش بستني خواو بيغمبري خواو خوش بستني جهاد لبيناي خواو كوات براستي وش حالتش دقيقة كباسي ذكا لو براستي إخلاص لبخواي جور سبحانه وتعالى دا مزران دني خوش شويستي خوانا ودلو درون وترسان لخوا سبحانه وتعالى براستي وتاك علاجه كالهمو خرابو وفحشيك بتبارزي وبتايبتيش لعشق رخصار وكو ابن القيم باسكر انزال دواوي دفرمي واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب
قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. بەڵێ لە درێژەی ئەو حاڵتێکەوە یوسف عەلەیهی سڵات وسەلام پێی مبتەلا بوو لە دوای ئەو ئافرەتە هەموو جەوەکەی ڕەخسان لە بۆ ئەنجامدانی فاحشە و عەزمی جەزم کرد لە بۆ ئەنجامدانی ئەو کارە تر وەکو ڕازی دەڵێ أن الله تعالى لما حكى عنها أنها همت كاتك خواي يقول آيات بيشتر باسي كركوا تواو أو آفرتا عزمي جزم كرب أنزام داني أو فاحشة أتبعه بكيفية طلبها إنزال لي رخواي يقول من بازدك ككو محاولي جدي كرد كوا يوسف بخاتنا أو فاحشة وهل ليردا بازدك كيوسف كول بردستي هل دي دفن واستبق الباب أي واستبق يوسف وامرأة العزيز إلى باب البيت إتر يوسف عليه الصلاة والسلام بردستي هلدي أويش بدواي دا دروا وكبلي مسابقة دكن كوا كاميا زوتر بقانا درقا يوسف يفر منها يوسف لبردستي هلدي وهي تطلبه ليرجع إلى البيت يوسف لدستي هلدي بقاتا درقاو زولي بستدري أويش بدواي يوسف تاوكو بيجاري تولبو ناومال تاوكو أو كاري لقل أنزام بدا لو سعدي دلي فيه أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصية أن يفر منه كواتا أو آتولي ورد جيري كسيك كوا بندي كوا ديتي جيغاك هو كاركاني معصيتي تيدا وفتني تيدا أصل بندا لو جيغا هل بي لقدرت أنا أخوي ليتمكن من التخلص من المعصية ما دام هو كاركاني جناح له موجودة هل بدالوي هل بتاوكو لأخوي نجات دالو معصيته لبرو يوسف عليه الصلاة والسلام كاتك أو آفرته هول دا أو كاري لقى انزام بدا فر هاربا يطلب الباب لبردستي هل ديو ديوي لبقات درقاو لي بستدري بالله بوشيوي مسابقة دكن وات يوسف لبردستي هلدي عليه الصلاة والسلام بقات درقاو لي بستدري أويش بدوايتي داكو بيجريو بيجاري توا لنتيجة دا وقدت قميصه من دبر أي وأدركت امرأة العزيز يوسف أو آفرتا جيشت يوسف فأمسكت بقميصه لا بشتوا قميصك يوسفي قرتو وجذبته رايششة لتمنعه من الخروج جيشت يوسف لبشتوا قميصك قرتو رايششة تاك منعي بكالا رويشتنو درتسوني فشقت قميصه من الخلف من شدة الجذب يتر قميصك يوسفي درا لبرو زور بتندي أو رايششة وألف يا سيدها لدى الباب يتلو حالتك أو دوانا واتي يوسف عليه الصلاة والسلام لا بيشوا دا بقات درقاو آفرتكش لبشتيتي قميص راتشيشي ولو حالتي وألف يا سيدها لدى القيشنا قوركي واتا قوري أو آفرتك وبياوكيتي امرأة العزيزة للاي درقاك قيشتنا أو بياوك ديار لو كاتي ديوي بيت جوري أو دوانا يوسف عليه الصلاة والسلام كديوي بقات درقاو أو آفتج لدوايتي قميص راتشيشي لو كاتي عزيزي مصر قيشتي لردا يكسر آفرتك صدقة قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم واتا آفرتك بعزيزي مصر ضلي كميردتي كاتك لاي درقا قيشت أوان اتهام يوسف دكا كوا يوسف ويستيتي كاري شوي لقل أنزام بداو ضلي ما جزاء من أراد فعل الفاحشة بزوجتك دبي سزاي كسيك سبي كيوي كبي فاحشة لقل خزانة كذبك هل بخوش ريلو دادني إلا أو نبي أن يحبس في السجن يعني تحبس بك للسجن أن يضرب ضربا موجعا يعني تدبي زور بتندي آزار بدري ولي بدري سعدي ضلي فبادرت إلى الكذب وتيكسر دست بدروك روافرته أن المراودة قد كانت من يوسف بدروي خوي قلت يوسف حاولي أو كاري كده وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا قلت سزاء أو كستسي كوا بيه كاري شوى لقل أهل خزاين توبك نيقود من فعل بأهلك سوءا تمشاك
نەیگۆ جەزای ئەو کەسەی چێکەوە کارێکی وای لەگەڵ خێزان ئەنجامدایە، نە وتی ویستیتی ئەنجام بدا، کەواتە لێرەشدا تەبریئەتەن لەها وتەبریئەتەن لەه ئەیضا من الفعل، کەواتە لەو حاڵتەی تەبریئەی خۆی یوسف دەکات کەەوە ئەو کاران ئەنجام نەدایە، بەس محاولە کرایە کە ئەو دەڵێ یوسف محاولەی کردیە. ئەبی حەیان دەڵێ يدل على عظم موقع السجن من ذوي الأقدار حيث قارنته بالعذاب الأليم. براسي أو بشآتش بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کە فعلا سجن موقعێکە جێگایەکە فعلا جێگایەکی ناخۆشە کە وەکو باسی دەکات لەگەڵ ئەو عذاب ئەلیم، کەواتە مقابل بە عذابی ئەلیمە. بەڕاستی خی گەورە پەنای هەموو ئەو مسلمانانە بداتن کەوا لە هەر جێگایەک لە جێگاکانی دنیا بە ناحەق گیراون، کەواتە سجن مقابلە لەگەڵ عذاب ئەلیم، عذابێک بە ئێش و ئازار. لێ دەڵێتن ئیلا ئەو کەسە سزای ئەوە بیکەوە سزن بکریان عذابێک بە ئێش و ئازار بدرێ. خی گەورە هەموو بەدیل و جیراوێکی بە ناحەق نەجات بداتن یا ڕەبی. بەڵێ خۆشەویستان، ئیتر بەو شێوەیە ئەو ئافرەتە دەیەوێتن دیفاع لە خۆی بکاتن، یوسفیش لە مقابلدا عەلەیهی السەڵات وەسەلام دیفاع لە خۆی دەکات، بەڵام لەبەر تەوابوونی کات لێرە دەوەستین بە پشتیوانی ئەڵڵا تەعالە لەوانەی داهاتوو دێنەوە خزمەت ئاەتەکان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.